ايوه انت. بص يا صاحبي، انا هعمل بقى فيديو اللي انا اعلمكم الطريق كده كل شويه ادي فيديو، بما ان الفيديو عجبكم امبارح، بس هعلمكم الطريق بتاع المصطبه اللي هو السهل، اللي هو يعني تعلمه بسهوله، اللي هي الاساسيات، الحاجات اللي احنا محتاجينها. يعني انت مثلا اول ما تخش البلد ده هتلاقي حد بيقول لك كتر من سي وقلل من نوم، ما تصدقوش هتلبس في حقيقة. انت اول ما بتخش تتعلم ازاي؟ يعني بتتعلم الحاجات اللي انت هاكل واشرب، هروح اجيب لنفسي اكل وشرب. تتعلم الحاجه بتاع الاكل، يعني مثلا تتعلم رغيف عيش. رغيف عيش يعني باني. تتعلم مثلا ازازه ميه، اكوا، الحاجات اللي هي اساسيات. انت بقى تقول لهم كده ازاي؟ فوليو، فوري، الله اعلم بقى. انت مش هكلمكم كلكم، انا بكلمكم عادي. عاوز تجيب علبه سجاير، سيجاريت، النوع اللي انت بتشربه، فاهم ازاي؟ مثلا عاوز تروح منطقه في حته، الحاجات دي لازم تتعمل. او فوليا انداري مثلا، فوليا انداري، روما، ميلانو، الحتت دي بتتعلم الاساسيات. يعني انت عاوز تروح الحمام، جالك اسهال في حته مثلا وانت ماشي مش عارف تروح في حته، تقول له بياتشيري. لو انت في بار مثلا في بالفوري، وبص هندار البانيو، هو يقول لك خوش، بس هتلاقي مناديل يبقى في بخاخ حتى في جيبك عشان هتطلع على الحوض وهتتفضح. يعني في حاجات اساسيات، يعني مثلا جراتسي يعني شكرا. في حاجات كتير، يعني الحاجات دي سهل انت تتعلمها، دي الاساسيات بقى. مش اول ما نخش نتعلم الشتيمه وهي دي الاساسيات. ايه رايكم؟ مدرس الطالب المفروض يعينون في ألسن